السلام عليكم. اليوم جبت لكم قصة. لماذا تابوني يدير تابونا معايا وضغطوا على زر لايك وسبسكرايب باش يوصلكم الجديد ديالي. اليوم قصة ايمان. انا ايمان، مهم كنت عايشة بخير وعلى خير حتى جا خطبني الزوج ديالي اللي تزوجت به. المهم كان جا خطبني، كيبان ظريف وظريف بزاف، الله يعمرها دار، وكاع الشروط اللي شرطت عليه قبلهم، ما كان حتى شي اعتراض منه. قلت له نبقى نقرا وهادي وهادي، وإلا كتب الله ونجحت نقدر نكمل قرايتي ونخدم. المهم وافق، ما قال لي والو، قال لي حتى شي حاجه. حتى انا يعني ارتحيت ليه، قلت هذا هو الزوج اللي غادي نتزوج به. صافي تزوجنا انا وياه. المهم كنا عايشين بخير وعلى خير في دار وحده. السيد موفر ليا كل شيء، كنسافروا فين ما بغينا، داخلين للسبور كنديروا السبور، داخلين لاصال، كنسافروا انا وياه، كنخرجوا، كنمشيو لبيسينات. المهم عايشين بخير وموفر ليا كل شيء. ولكن واحد الحاجه اللي ناقصه العلاقه ديالنا، هو ماشي بحال كيعاودوا ليا صحاباتي رجالاتهم كيتوحشوهم وكيبغيوهم زعما، لدرجه صحاباتي كيبقاو يقولك قهراني راجلي يعني بكثر الطلبات وديما العلاقه كنعياو. انا السيد والو كيتوحشنيش، واخا ما نديرو العلاقه على سيمانه ولا جوج سيمانات، السيد نيبالا ما مسوقش. بقيت كنقول راه يمكن عادي، وهذا في الاول كنحشم منه، ولكن من بعد فاش والفتو سولته قلت له دابا علاش انت ما كتبغيش نديرو هادي وهادي، ما كتوحشنيش؟ قال لي لا، غير انا ما كنبغيش ندير معاك يوميا باش ما طلعيش ليا في راسي، خليك باش نبقى انا موحشك، ماشي طلعي ليا انا في راسي، انا ما بغيتش تطلعي ليا في راسي. صافي دازت المده عاوتاني وليت كنقول بغيت شي وليد ولا شي بنيه ونسني. قلت له اش بان لك نولدو شي بنيه ولا لا؟ قال لي انا دابا حاليا ما مستعدينش، خلينا نعيشوا حياتنا. المهم كيتهرب. والمهم كاين واحد صاحبه، هو الجزء الثالث ديالو هو ولا ديالنا في العلاقه. المهم بحال مشاركني معاه، ديما كيخرج معاه، ديما كيمشي معاه للقهوه، كيبقى يجي عنده للدار يعني بزاف. المهم واحد ديما كيجي عنده وكنوجد ليهم الماكله، وكيدخلوا لواحد البيت وكيسدوا وكيبقاو يلعبوا في البلاي. المهم واحد النهار هذاك صاحبو مرتو غادي تولد وليد وغادي دير السبوع وغادي تعرضني، ولكن راجلي ما بحال ما وافقش انني نمشي. قلت له لا، راه حشومه عرضتني. قال لي لا، ما بلا ما تمشي، ما عندك ما ديري تما وهادي وهادي. المهم كيتهرب. صافي من بعد واحد النهار وهو يقول لي راجلي عرفتي مرت صاحبي راه لقاها كتخونو، وهي كتخونو مع شي واحد خدام معاها، وكتمشي لدارهم، وفاش كيصوني ما كيلقاهاش في دارهم. قلت له بصح هادشي. قال لي بصح راه واقفين على الطلاق. صافي المهم واحد النهار كنسمع من كنت خارجه بعد واحد صاحبتي كتعرف هذيك مرت صاحب راجلي، قالت لي راه بلي راه طلقوا. جيت انا وانا نقولها لراجلي، قلت له عرفتي ديك مرت صاحبك راه طلقات، راه طلقوا بجوج. قال لي وشكون قالها لك؟ راه واحد المهم سمعتها، انا سمعتها برا. صافي المهم بدا كيعيب في ديك مرت صاحبو، داكشي اللي كيقول ليه صاحبو. قال لي بلي كتخونو هادي، داكشي علاش قرر انه يتخلى عليها. قلت له خصنا نمشيو ونصالحوهم، حشومه راه عندهم وليد وهذا. قال لي لا، هما راه ما بقاوش بغاو يرجعوا وهادي وهادي. صافي دازت المده
واحد النهار انا خارجه وانا نتلاقى مع ديك صاحبتي اللي كتعرف مرت صاحب راجلي. المهم بقينا كنهضر انا وياها وانا نقول لها عرفتي داك صاحب راجلي راه طلاق مرتو قال لي كتخونو وهذا وهذا. قالت لي وقت ما عرفت انا هادشي ما سمعتوش، ولكن هانتي انا غنبحث ونرد عليك باش ما كان. صافي تفاقنا انا وياها، جيت للدار الغد ليه كتصوني عليا قالت لي واش مساليه نتلاقاو، قلت لها واخا نتلاقاو. تلاقيت انا وياها بقينا مجمعين مجمعين وهي تقول لي عرفتي شنو انا راه مشيت دويت مع مرت صاحب راجلك وقالت لي عرفتي شنو راه حصلاتو باللي كيخونها مع راجل. قالت لك راه عرفتي شنو دارت له، مشات دارت ليه الكاميرا في البيت. قالت لك علاش شكات فيه ان حيتاش هي كتمشي شي مرات لدارهم وكيخليها تمشي، وفاش كيكونوا في الدار بجوج وكاين المره اللي ما كينعس معاه 6 شهور. يعني السيده شكات فيه، قالت ياك ما كيدخل البنات. قالت له المهم انا غنمشي لدارنا غنمشي نشوفهم. قال لها واخا سيري. هي قبل ما تمشي دارت ليه الكاميرا في البيت، مني دارت الكاميرا صافي مشات بقات المهم دايرها في التليفون وكتشوف شنو كاين. المهم بقات حاضيه تدخل البيت. من بعدها دخل هو وصاحبه، ومع الاسف كانوا كيمارسوا بجوج. المهم هي شافت كلشي في الفيديو. الغد ليه جات قالت ليه شوف هانتا هو الفيديو، غادي تطلقني وغادي تعطيني حقوقي وتنازل على الحضانه، وإلا مشيتي درتي شي حاجه هذا غندفعو للبوليس. صافي طلقها وعطاها الحقوق ديالها، قال لها غير ستريني. مشات بحالها. انا دارت بيا الدنيا ودارني راسي، وليت كنتفكر كنقول حيت كانوا كيزدوا عليهم وكيبقى يقول لي راجلي لا راه غير صاحبي ما كيبغيش انك تشوفي فيه، وشي مرات كيحيد حوايجو وهادي ما خصكش تشوفي ولا تدخلي على غفله. المهم كيبقى يعطيني مبررات. ضغط بيا الدنيا وانا نرجع للدار. قلت اجي يا ربي اش غادي ندير. رجعت بقيت كنتفكر، قلت شنو ندير. غنقول ليه حتى انا راه غادا لدارنا، راه نجلس شي سيمانه ولكن انا غنجي قبل. صافي قلت له انا راه غنمشي للدار. صافي خلاني مشيت للدار، جلست يومين نهار الثالث وانا نجي. جيت رجعت وتخبعت. المهم تخبعت في الكوزينه من ورا الباب. دخل بقيت قاطعه الحس. عاوتاني بقى جالس شويه كيدقوا عليه في الباب. فاش دخل المهم دق عليه صاحبه، دخلوا بجوج للبيت وسدوا عليهم. بقيت باركه انا كنتسنى واحد شويه، مشيت حليت عليهم وانا نلقاهم في واحد الحاله اللي يعتلاها كيمارسوا بجوج. انا فاش شفتهم طحت سخفت غيبت ما فقت حتى بقى كيرش عليا الماء وفقت. فاش فقت كيقول لي مالك سخفتي. قلت له راه شفت كلشي. كيقول لي لا راه ما شفتي والو راه كتخايلي. قلت له كلشي شفتو بلا ما تكذب عليا، حيت فاش فقت انا ما كانش صاحبه. المهم صافي بقيت كنشوف. قلت له شوف انا. قال لي لا سمحي لي وما نبقاش نعاود. انا راه علاش كنت كندير هذا الشيء حيت كان اغتصبني خالي في صغري ولا فيا فيس ما تحيدش فيا. قلت غنتزوج وغادي نتوب ولكن والو. سامحيني. قلت له لا انا غنطلب الطلاق طلقني. صافي مشيت لدارنا بقاو كيجيو يزوقوا فيا، واخا داكشي ما قلتو حتى شي حد. كيزوقوا فيا باش نرجع ولكن ما بغيتش نرجع، ما رجعتش ليه. جا والدي عياو فيا ولكن ما بغيتش. والراجل اللي جا كيخطبني فاش كاع طلقت
وليت كنقول ياك ما هو يعني ما بقيتش كنثيق. الثقة ولات كتجيني صعيبة بزاف انني نثيق في شي واحد. المهم هذه هي القصة، هذه هي قصة ايمان اللي كيخونها راجلها مع الرجال، قصة للعبرة.